في الفيديو ده هتكلم عن أخطر 10 زواحف في العالم. أنا محمود ممدوح وده فيديو جديد على قناتي. بس قبل ما نبدأ ياريت تعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده ل50 لايك. يلا بينا. التايبن الداخلية، النوع ده من التعابين ليه أكتر من اسم زي التايبن الغربي والثعبان صغير الحجم أو الثعبان الشرس، ويعتبر السم بتاعه هو الأكتر سمية من كل أقرانه من التعابين التانية. والتايبن صياد متخصص للثدييات، والبشر ثدييات للأسف، وعضة واحدة منه كفيلة إنها تموت 100 شخص بالغ ما بين 30 ل 45 دقيقة لو ما تلحقش. المشكلة إنه تعبان صغير ورشيق وسريع وتفادي هجماته صعب. وبعد ما خوفتك يا عزيزي المشاهد، تعالى أطمنك بقى. النوع ده من الأفاعي موجود بس في استراليا، وبالتحديد في وسط شرق استراليا، يعني مستحيل تقابله طول ما انت خارج استراليا. واصلا التايبن شخصيته ضعيفة وبيبعد عن المشاكل وبيحب الانعزال، ومش بيهاجم غير لو انت زاولته او منعته من الهروب. واعتقد ان بعد اللي قلته ده انت لو شفته هتضرب له تعظيم سلام. وعلى فكرة لقب شرس ده نسبة لسمه الفتاك مش مزاجه. اطمن بقى يا عزيزي، مش هيطلع لك من تحت السرير. تنين الكومودو هو نوع من السحال العملاقة اللي بيوصل طول البالغ منه ل3 أمتار ووزنه ل70 كيلو جرام. وحجمه العملاق ده سببه ظاهرة طبيعية اسمها العملاقة الجذرية أو الجزيرية مش عارف. ومن غير رغي وكلام علمي كتير، من الآخر كده السحلية دي ملهاش مفترسات في موطنها، وكمان ملهاش منافسين على فرائسها. فمع الوقت نتج أجيال أكبر وأكبر. من الآخر هي زي الأسد في موطنها كده، الملك بتاع المنطقة. الكومودو عنده سم قوي، ده غير عضته الفتاكة. وبعضة واحدة منه هتوديك ورا الشمس. لا ورا الشمس ايه ده، انت هتروح ورا السما السبعة. رغم ان هجماتها على البشر قليلة، بس لو قرر وهجم بيقتل. وما تحاولش تهرب عشان سرعته 2 كيلو متر في الساعة، وسرعة الشخص العادي 13 كيلو متر في الساعة. فأظن كده انت فهمت قصدي ايه يا عزيزي. وكالعادة زي ما خوفتك، تعالى طمنك بقى. الكومودو وجودها مقتصر بس على بعض الجزر في اندونيسيا يا عزيزي. ما تخافش، مش هتشوفها حتى لو صدفة في الشارع. الأصلة الشبكية، مبدئيا كده الأصلة أطول تعبان في العالم بطول 6 متر، وكمان تالت أتقل تعبان في العالم ب90 كيلو متر بعد عم الكل الأناكوندا الخضراء. والأصلة البرمية، ما تخافش يا عزيزي، الأصلة مش سامة، وكمان أكتر تعبان الناس بتربيه كحيوان أليف. عارف الناس دي بتفكر منين؟ أكيد مش من دماغها طبعا. طب لما هو حيوان أليف ومش سام، إيه اللي جابه مع الكومودو والأشكال دي؟ الأصلة مش سامة، بس عضتها من قوتها بتوقع شخص بالغ، ولو هرب منها بيحتاج شهور عشان يتعالج. طب لو ما هربش هتلف عليه وتكسر عظمه وتخنقه وتبلعه زي ما هو. وعلى فكرة الأصلة من الأفاعي القليلة في العالم اللي أحيانا بتتغذى على البشر. عرفت ليه بقى أنا حطيتها في القايمة دي يا عزيزي؟ بس لو قابلتها بالصدفة ما تخافش منها، هي طبعها هادي ومش بتهاجم البشر. ده لو قابلتها وهي شبعانة، بس لو قابلتها وهي جعانة فتشاهد بقى. المهم انت مش هتقابلها اصلا، ما تخافش، عشان موطنها الاصلي في جنوب وجنوب شرق اسيا، يعني في الهند، وانت معكش فلوس تروح الهند، فما تخافش يا عزيزي. الافعى النافخة او النفاسة، وصف الافعى دي انها تخينة وانيابها طويلة، وطولها بيوصل اكتر من متر ونص، وبتحب تخرج بالليل وبطيئة الحركة. اظن انت كده طاير من الفرحة يا عزيزي. أفعى تخينة وبطيئة ونشاطها ليلي، ومستنى أقولك إن موطنها في بلد في آخر الكوكب. اسمعني للآخر يا عزيزي وما تقاطعنيش، دي أخطر واحدة في كل اللي اتكلمت عنهم، وهتعرف ليه دلوقتي. ما نفاسة عشان صوت الهسهسة اللي بتعمله وهي ماشية، ورغم إنها بطيئة لكن لدغتها سريعة وبتسبب نزيف وتورم وألم شديد وغثيان اللي هو دوخة شديدة عشان لو بتسأل يا عزيزي، وضمور في العضلات. من الآخر يعني السم هدفه شل حركة الفريسة. بس لو الرعاية الطبية كانت صح الصح، المريض مش هيتوفى، وأغلب الوفيات بتكون بسبب الإهمال الطبي. اتكلم عن الموطن بقى. الأفعى دي موطنها الأصلي في النصف الجنوبي من قارة أفريقيا. لحد كده احنا في السليم. للأسف موجودة برضه في وسط المغرب واليمن وجنوب غرب السعودية. فياريت تاخد بالك كويس عزيزي، وما تخرجش بالليل واقعد في البيت. بس كده عزيزي، هقفل الفيديو لحد هنا. ولو متحمس تعرف مين أخطر زاحف على كوكب الأرض، وصل الفيديو ده ل50 لايك وسيب تعليق حلو تحت الفيديو، وهعمل جزء تاني في أسرع وقت. أنا محمود ممدوح ودي قناتي على يوتيوب.